ازيكم بنات ودراري، كي دايرين؟ صباح بخير، نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اجي نوريكم في هذا الامتحان الاسئله في هذا الفيديو زعما الاسئله اللي كتلقاوهم ديما في اي جهوي. ضروري ما تراجعوا الدرس كامل، وانا كامل نوريكم الاسئله اللي كيتعاودوا في الجهويات كاملين. مستحيل ما تلقاوش هاد الاسئله، ضروري ما تلقاو شي وحدين منهم، ولكن كنعاود نقولها خاصكم تراجعوا الدرس كامل، غير تركزوا على بحال هاد الحوايج. مثلا في الدرس ديال الايمان والغيب كيقول لنا عطينا اثر الايمان بالغيب على مستوى التصور. كيكون عندنا تحرير العقل من الانحرافات، الشعور بالطمأنينة، استحضار مراقبة الله. ولا فاش يقول لك اثر الايمان بالغيب على مستوى السلوك، كتقول لي اتباع اوامر الله واجتناب نواهيه، الصبر على الابتلاءات والعفو ومسامحه المخطئ. سواء يقولوها لكم مباشره زعما تجاوبوا عليها بشكل مباشر تجاوبوا، سواء يقولوها لكم مثلا في شي وضعيه ويقولوا لكم شنو ممكن يديروا باش ياثر على هذا الايمان بالغيب، كيفاش خصنا يجي. يعني خصكم تقولوا على مستوى التصور وعلى مستوى السلوك. صافي. بالنسبه لصلح الحديبيه راه باين خاصكم ضروري تراجعوا النتائج، ولا تراجعوا بنود صلح الحديبيه حتى هما راه ضروري. مثلا بنود صلح الحديبيه ان توقفت الحرب بين الطرفين لمده 10 سنوات، وانه تاجيل المسلمين دخول مكه للعمره حتى العام القادم، واللي بغى يدخل مع المسلمين يدخل، واللي بغى يدخل مع قريش يدخل معه. هادو أهم البنود. بالنسبة لنتائج فتح مكة أن القضاء على الشرك ونشر التوحيد، إسلام العديد من كفار قريش كأبا سفيان وزوجته هند، دخول الناس في دين الله أفواجا. يعني هادو من بين أهم النتائج، حاولوا تراجعوا حتى هما مهمين. ومن بين الأسس يقول لك نتاع انتشار الإسلام أن الحرية والسلام والتسامح، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبر أحدا في الدخول في الإسلام، بل بالسلام وبالتسامح وبالحرية. الوفاء بالعهود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخن عبدا دار في صلح الحديبية. وبالنسبة للدرس ديال الزواج، ضروري ما ترجعوا الأحكام ديال الزواج، وضروري ما تردوا البال أركان الزواج. ضروري هنايا مهم أن أركان الزواج يكون لنا المحل والصيغة والصدق والإشهاد. ولا جاكم في شي وضعية أن الصدق اتفقوا أن الزوجين باش يلغيوه، قولوا بلي ما موافقينش، حيت هو من ركن من اركان الزواج وخاص ضروري يكون. بالنسبه للشروط كيكون عندنا العقل والبلوغ، كيكون عندنا موافقه النائب الشرعي. فاش يقولك مثلا ان احد الزوجين تزوجوا ولكن بدون نائب شرعي، لا، حيت من شروط الزواج خاص موافقه النائب الشرعي وانتفاء الموانع الشرعيه. صافي. و و هادو اهم الحوايج اللي خاصكم تراجعوها. بالنسبه واش اخر باقي لينا؟ بالنسبه لمقدمات الزواج عندنا اختيار الزوج. المهم اسمح لي فك على هذا الصداع. المهم كاين عندنا اختيار الزوج والخطبه، ضروري هادو هما مقدمات الزواج. فاش يقول لك شنو هو الاحكام ديال الخطبه، تقول لهم حوار نظر الى المخطوبه، ولا ان لا يوجد للخطيب على خطبة أخي مثلا، ولا أنهم ممنوع يسافر هو الخطيبة ديالو، أنهم تحرم خلوة الخاطب بالمخطوبة، يجوز للخاطب أن هذه صراحة باقي كيف فيها آراء مختلفة، نتاعت أن يجوز للخاطب أن يرد الهدايا اللي قدمها، وكاين اللي كيقول لا ما خصش يرجع الهدايا اللي قدمها للخاطبة ديالو. أو من بين مقاصد الزواج ضروري تراجعوهم أن من بينهم استمرار الناس للإحصان والعفاف، المودة والرحمة والسكينة، وتطهير المجتمع من الأمراض. ضروري تردوا البال لهذا الشيء، هادشي كيتحط بزاف وما تضيعوش فيه النقط. بالنسبة للتجليات ديال الوفاء بالأمانة، عندنا حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. وبالنسبة لأهمية الوفاء بالأمانة والمسؤولية، أنها هي أساس نصر ديك الثقة وشرط نماء المجتمع والصلاح ديالو. بالنسبة للكفاءة ضروري ما تردوا البال في التعريف ديالهم، تشوفوا التعريف ديالهم. وبالنسبة للدرس ديال الرسول صلى الله عليه وسلم مفوضا مستشيرا، تاخدوا أفكار بحال اش كان الرسول صلى الله عليه وسلم، أمثلة مع من تفاوض وأمثلة مع من تشاور. ضروري. وفوائد ديال علاش تيتفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الناس علاش خاصهم يديروا تفاوض والتشاور: إبعاد الحروب وحل النزاعات، ترسيخ الاستقرار وتقوية الصف الداخلي واتخاذ القرارات المناسبة. وبالنسبة ولا القرار الصائب. بالنسبة لمبدأ الشورى، خص ضروري يديروا الواحد باش بحال النماذج مثلا ديال الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجته أم سلمة عندما امتنع الصحابة عن تنفيذ أمره بالتحلل من الإحرام. وكاين عندنا مبدأ التفاوض بحال
بحال مثلا مع قريش تفاوضية مع اليهود في المدينة، وتفاوضية مع دابا بنو ربيعة. هادو بين نماذج ضروري تشيروا ليهم وتردوا ليهم البال. طلاق 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 طلاق. بالنسبه للطلاق عندنا طلاق رجعي وطلاق بائن. بالنسبه للطلاق الرجعي جايه من السميه ديالو ان داك الزوج خصو يرجع الزوجه ديالو الا كانت باقي داخل العده. يعني من حقه يرجع الرجل واخا انها مثلا الابوين تيعطيوكم مثلا بشي وضعيه ان الابوين ما وافقوش ان البنت ديالهم يرجعها الزوج ديالها وهي داخل العده. خطا، لان حيت هنا ما باقيش تيبقى الحكم ديال الابوين او الراي ديال الابوين. من حقه يرجع الزوجه ديالو حيت داخل العده الا كانت هي باقي باغا ترجع معاه. بالنسبه للطلاق بائن فيه جوج انواع، في بينونه صغرى وبينونه كبرى. بينونه صغرى عقلوا عليها هي اللي كتكون قبل الدخول، وهي اللي مثلا تنقولوا مثلا كيكون حتى تتصالي بعدا هي العده عاد تكون بينونه صغرى. هو الذي يحق للزوج في ارجاع زوجته اذا انتهت عدتها من الطلقه الاولى ولكن بمهر جديد وعقد جديد. الطلاق الرجعي صافي الا كان رجعها قبل من العيد باقي داخل العده وما ترجع لا صدق لا عقد جديد، ولكن بين صغرى خص ضروري حيت ثلاث العده وكيكون طلاق قبل الدخول. بالنسبه للبينونه كبرى هي اللي كيطلق الثلاث، يعني الطلقه الثلاثه ولكن خصها تتزوج بواحد اخر وعلى نيه الدوام، وحتى الا ما تفاهموش بغا ترجع الاول ديك الساعه من حقها ترجع له. وبالنسبه للاشاره انتهت فاش يقولك مثلا ان المرأة هي اللي عطات مقابل مادي مثلا واحد المبلغ ولا واحد الارض ولا شي حاجه مقابل انه باش يطلقها الطريق ديالها. هنا حتى هو بينونه صغرى حيت داخله في الطلاق الاخر ان المراه هي اللي كتمشي كتطلق راسها. ولكن فاش يقولك مثلا قاضي يطلقوهم على قبل النفقه، هنايا راه داخل في ولا طلقهم مثلا كيعطيوكم مثلا مثلا النفقه نيت هي راه باقي في رجعي حيت النفقه ما داخلاش في بينونه صغرى. صافي، هادو هما اهم الحوايج اللي خاصكم تردوا البال هنا، وتردوا البال حتى شروط الطلاق السني انه عندنا خاص ان يقع في طهر ليس قبله جماع، ويطلق بلفظ واحد، وأن يشهد عدلان، وأن يكون المطلق عاقلا وغير مكره ولا غضبان. وهذا هو الطلاق السني. ولا اختلت وحده من هادو تيولي طلاق بدعي. انا نحبس لكم دابا هنا وحتى الفيديو الاخر ونكمل لكم اهم الحوايج اللي خصكم، ونتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. وبسلام عليكم، الله يعاون.